انا عملت عملة، يعني مش قادرة اقول لكم ان انا بقالي مثلا كذا يوم كده عايشة في رعب. رعب بجد، مش فاهمة هو انا عملت كده ازاي. يعني انا بخاف من خيالي، ازاي انا اعمل كده انا معرفش. طبعا انا هاخد رايكم في الموضوع وقولوا لي، لان انا حاولت ابحث وادور ما وصلتش لاي حاجة. والنهارده كمان في خبر حلو هقوله لكم. بالنسبه لي، على الاقل بالنسبه لي. بس زي ما بنقول اللي بيقابلنا مش احلى حاجه، برضو بنقابل حاجه حلوه بتقابلنا. اكيد في حياتنا في ايجابيات وسلبيات، فمش معقوله نتكلم في السلبيات والايجابيات مش هنتكلم فيها. تمام يا حلوين يا مقطقطين. ايه تاني عايزه كمان اخد رايكم في حاجة كده. كنتوا انتوا البعض من حضراتكم كنتوا قلتولي عليها. وانا يعني عايزة اسألكم تستعمل ازاي. ده صح ولا غلط وكده يعني. تمام. مهم اول حاجة هنعملها هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 جدا. وحشتوني بجد، مش قادرة طبعا اوطي عشان افتح الايه. طبعا المنشر ده كان فيه الغسيل، كان في الاوضه لغايه تاني يوم كان الغسيل مبلول. فاضطريت بقى ان انا اشده كده زي الشطوره كده واخده في البلكونه عشان الغسيل ينشف. تمام. هنا طبعا طبعا الاوضه كانت رايقه وكل حاجه، بس انا طبعا لازم اتاخر السجاده لاني هجر اسم النبي حرص ده اسمه ايه المنشر يا ولاد. تمام يا حلوين يا مقطقطين. هقول لكم طبعا على الشغل اللي انا هعمله. الاوضه طبعا زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجه ولا اي حاجه، هشيل بس لو فيها طرحه فيها حاجه هروقها كده من على الوش قوام زي السيمه، وارجع السجاده كما كانت. وايه تاني النهارده همسك الحمام. انا مش عارفه ريحه الحمام مش كويسه خالص، كأن في 10 بيستعملوا الحمام بتاعي مع ان انا بسي. لكن طبعا انا عارفه ان البوظان من السقف اللي فوق مني، فان شاء الله قريبا كده ايه نعمله يعني باذن الله. هنا بقى دخلت على طبعا بوريكم الشغل اللي انا بعمله. هنا كانت ده بتاع التوم والبصل، كان في شويه ده بتاع توم، يعني كان في توم مش قد كده، قلت انضفه. وورق بصل ومش عارفه ايه انضفه، ملوش لازمه يعني. دايما كده نقول طب نستنى، طب يمكن في فصين توم، طب مش عارفه ايه. العادات اللي هي مش احلى حاجه، اللي هو دايما نقول ايه طب خليه يمكن هنحتاج، طب مش فهو اصلا في فصين توم اي كلام بايظين او مش قد كده. فقلت هنضف التربو البصل معاكم كده. وايه تاني يا نصر، اخش طبعا عندي شويه مواعين لا باس بيهم، هخش اغسلهم معاكم. فاقوموا كده تنشطهم وتشطرهم. ضروري يا جماعه تردوا عليا، لان فعلا انا مفزوعه من ساعه الموضوع اللي انا شفته ده. فطبعا اكيد انتوا بتبقوا عارفين، يعني مش عارفه، انا عملت بحث كده وما عرفتش اي حاجه عن اي حاجه. بصي يا ستي، اول حاجه انا اول امبارح، يا رب مش عارفه اول امبارح او اول. طبعا انا عادتي بنام بدري جدا جدا جدا، يعني مثلا 7 8 9 تلاقوني متغطيه. واقوم افضل كل ساعه بالليل اقوم، كل ساعه بالليل اقوم. ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ جاني يا جماعه تقريبا، معرفش كلت بالليل ونمت، انا مش عارفه. بس اول مره الحاجه دي اشوفها، زي كابوس زي حلم، بس انا مش عارفه. وعملت بحث كده على اليوتيوب، ما وصلتش لاي حاجه، كل واحد بيقول كلام شكل. فانا قلت يمكن لعل وعسى انتوا البعض منكم بيتابع وبيبقى فاهم او عارف. حلمت يا جماعه ان انا قتلت حد. والله زي ما بقول لكم كده، قتلت حد ومخبيه الجثه. مين هو الحد؟ انا مش عارفاه، يعني انا ما اعرفوش اللي انا قتلته ده، انا ما اعرفوش. بس كل طول الحلم او طول الفزع اللي انا فيه ده ان انا قاتله حد ومخبيه الجثه. وحياه ربنا زي ما بقول لكم كده، لغايه وقتنا هذا انا قلقانه ومضطربه جدا. هو مين اللي انا هقتله ده؟ هو في ايه؟ ما اعرفش. المهم هو مين، قتلته ازاي، المهم ان انا قتلته. ومشكلتي ان انا بدور ان انا اخبي الجثه. عملت ده اللي يقول لي ده انت في حد انت عايشه في قلق، وفي اللي حد يقول لي انت مش عارفه ايه. ما انا ما وصلتش لاي حاجه في الناس اللي بتفسر الكلام ده. اما بالنسبه للحاجه التانية اللي انا عايزه اسالكم عليها، اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. حب الرشاد، في ناس كتير او يعني شويه لا باس بيهم كده نصحوني بيه.
انا بصراحه بقالي 3 ايام انا فعلا الدواء يعني بيسكن بسيط، ولكن انا مش ركبتي بمشي كده، وصلت لمرحله ان انا اعرج. مش عارفه، نصره العرجه، هي نصره العرجه. خلاص يا جماعه بقيت مشهوره، نصره العرجه يا اولاد. المهم، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، بجد والله مش عارفه اعمل ايه. فقولوا لي، في ناس قالوا دخلت برضو عملت بحث، تلاقي كل واحد بكلمه. قال لك اطحنيه في مطحنه الخلاط، بعد كده قال لك لا حطيه كده، حط عليه اللبن، ولما يستوي كده في اللبن، مش يستوي يعني تعمل كشري كده ويتغطى، لما يتغطى سقعان، يتغطى يما يتغطى، ما تغطاش ليه؟ كلنا بنتغطى. المهم يعني يتحط في اللبن السخن، ويتحط كده زي عامل زي الكشري، ويتغطى لما يبرد كده، يبقى زي الجيلاتين، يتزلط. هو طعمه مش وحش يعني، ومش حلو، عادي يعني، ملوش معالم. المهم، فناس تقول لك لا لو طحنتيه زيت الطيار اللي هيمشي، زيت الطيار هيطير، وفي اللي يقول لك اعملي كده. فانا بقتش عارفه. فيا جماعه اللي جربوا امانه عليكم يفيدني، وجزاكم الله كل خير. ايه تاني؟ ايه الخبر الحلو؟ الخبر الحلو طبعا انا قلت لكم ان انا الشهر اللي فات او اللي قبليه دفعت 310 جنيه كهرباء. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. الشهر ده مش هتصدقوا انا دفعت كام؟ دفعت 12 جنيه. والله يا جماعه دفعت 12 جنيه. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عرفوا حسوا بيا ان انا زعلت، فقالوا هنخفض لها. فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. فيا ريت كده تفيدوني في حب الرشاد، وكمان تفيدوني في الحلم ده. هل انا في يوم من الايام هقتل حد ولا في حاجه؟ انا ما اعرفش. بس عايزه اقول لكم ان انا قمت مفزوعه جدا، وطبعا قعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبتاع. وده يعني انا الحلم ده حلمته، او الكابوس ده جاني حوالي 3-4 الفجر بالليل، قبل الفجر. فانا ما اعرفش الكلام ده ايه بقى، ايه مين ده اللي انا قتلته، وانا اساسا بخاف من خيالي. انا بخاف من خيالي اقوم اقتل. المهم زي ما انتم شايفين طبعا، ما رضيتش بقى كوب ميه وكده في المطبخ. قلت يا بنت، حطيت كده شويه كلور، بالبتاعه ديت بالمساحه فيها تيشرت كده، وبعملها بنضف الارضيه كده. وبعدين بعد كده دخلت على الحمام. اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. دخلت على الحمام، لكن الريحه طبعا زي ما بقول لكم، زي ما اكون 10 بيخشوا الحمام عندي. وده انا اعتقد من السقف، لان السقف منشع. فان شاء الله، بس مش عايزه، انا مش من هوايات ان انا حد بصراحه يدخل عندي جيران او بتاع، مش حابه الموضوع. بس طبعا اكيد انا هضطر ان انا لازم الموضوع اللي فوق مني ده يتلغي، عشان بجد الواحد الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. طبعا لازم نروق البيت، ولازم ننظف الدنيا مهما كنا تعبانين، ركبنا، قفانا، رجلينا. الحاجه الوحيده اللي انتي لو سبت الدنيا مش نظيفه حواليكي، او شميتي ريحه مش كويسه، او ايا كان، البتاعه دي انا هرميها، ملاش اي لازمه. مساحه محتفظه بيها، زباله الزباله وبايظه، ولا ليها اي 30 لازمه، هرميها بقى خلاص. هنا حطيت كلور وحطيت صابون. طبعا الكلور السايب والصابون والكلام ده والله بينظف، يعني بينظف طبعا ارخص من الحاجات الخام، الحاجات اللي هي يعني الصعبه اللي هي التقيله دي. والحاجات دي بتبقى اوفر طبعا، بنشتريها ب2 جنيه ونص، ب5 جنيه، ب3 جنيه، كلام فاضي. فبصراحه لما بننضف فعلا بتخلي فيه ريحه كويسه، وبتخلي الدنيا فله كده. فزي ما انتم شايفين كده، طبعا ما غسلت السيراميك ولا اي حاجه، مش عايزه اقعد كتير في الحمام، عايزه انضف على السريع كده. لكن كانت ريحه يعني مزعجه جدا. فلما بشم ريحه كلور او بشم ريحه منظفات احسن طبعا ما نشم الريحه اللي بالي بالكم. فان شاء الله خير باذن الله، ربنا يسهل كده ونعمل السقف اللي فوق. وطبعا بشكركم جدا على كلامكم الطيب وعلى دعواتكم ليا. ربنا يا رب يكرمكم ويستركم في الدنيا والاخره. بس امانه عليكم يا حبايب قلبي، تقولوا لي على الكابوس او الحلم الغبي اللي انا حلمته ده، ان انا بقتل حد ومش عارفه في ايه يعني. فطبعا الواحد لما بيسمع حاجه زي دي بينزعج جدا، بيبقى يعني منزعج جدا طبعا. طبعا بشكركم جدا جدا. ربنا يا رب يكرمكم ويستركم ويسعدكم، ويجعل الدنيا كلها خير بين ايديكم، ويستركم في الدنيا والاخره، ويكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي، ويصلح حال الوطن العربي، ويصلح حال الامه الاسلاميه، ويصلح حال الجميع يا رب العالمين. بشكركم جدا جدا، الف شكر الف شكر ليكم حبايب
انا مش متلخبطه ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ كمان في حاجة قبل ما اقفل الفيديو، انا احيانا لما بطفي النور اللي على السلم بحس بنفس على الباب، فانا مش عارفة اعمل ايه والله العظيم، فمرعوبة جدا. فقولوا لي كده. دايما على فكرة 24 ساعة القرآن شغال في البيت، فربنا كريم، ربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي وشر اي حاجة وحشة. حبايبي الغاليين بشكركم جدا 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 جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.